علي. ايه؟ البني ادم مننا الكلمه تطلع من لسانه وتتكتب على كبير، فانا عايزك توعي سكينه يعني عشان ما تلخبطش في الكلام كده ولا كده. خايف يعني لا تفشي سرنا وهي سكرانه؟ ابو المفهوميه. خلاص الفاس دلوقتي وقعت في الراس، اي كلمه كده ولا كده نروحوا كلنا في 60 داهيه. ما تخافش، هي صحيح بتسكر سكر جامد بس ما بتدمغش، بتبقى فايقه وزياده في الاحتياط. انا هنزلنا عليها، حط في بطنك بطيخه صيف يا حسب الله. على مهلك يا ابو احمدات، امال كده هتجرسنا. خف ايدك شويه. نعمله ايه؟ الارض مليانه حصى. عبعال قرب المسرجه شويه، احنا هنعمل. بس المطرح ده ممكن الممكن، لا من شاف ولا من دري. شفت بقى؟ شفت انت فاهميني؟ قالي عمري قلت لكم على حاجه وطلعت غلط. زي ما انت عارفه المطرح بالليل زي بالنهار ضلمه، وكل اللي مأجرين حوالينا عزبنجيه بيطلعوا لما الصبح يصبح ويرجعوا اخر الليل، يعني هس هس. طب والردم اللي هيطلع من الحفر؟ هيترمى من الشباك اللي على المنور. يعني عامله حساب كل حاجه حتى الردم. خد يا اخويا. لو وحياة امك مفيش خمره الليله دي، خليها تعدي على خير. احنا هنستنوا هنا شويه لغايه لما الرجاله يخلصوا وبعد كده نقفل. لو احنا راجعين تاني؟ ده يا اختي الخيله الكدابه دي. بنقول لك ايه، انا مصري من حاشت جوه وسطي لما شفت الوليه بتفرفر. بتقعد تحس بيتك، يعني قوم نص لسانك من لغلوغه. نخشك يا بنت في البيت من هنا وجاي. يا اختي خلاص ما تبقيش حمائيه كده. بنقول لك ايه، البلطه اللي كانت مركونه جنب الزير دي الرجاله اللي اشتروها. منين؟ هم حالتهم ملين احمر؟ ده كلهم دكين. ده اللي طلعت استلفتها من الوليه ام حافظ. ايوه على دي شويه النطره ما بطلتش. ايوه ادي جوز مجاريم، وادي كردان بدور واحد، وادي يا سيدي 6 غوايش وحلق وخلخال. ده غير بقى الجلابيه والملايه بتوع المرحومه. الجلابيه والملايه والخلاخيل انا اللي رايحه ناخدهم. الله، طب ليه ما نبيعهمش او حتى نرنهم؟ واشمعنى انت اللي انسحبت من لسانك؟ ما الكل ساكتين. ولا هتعط عليا يا عبد الرازق؟ لا انا هنعطه على ابعديه، ده انت غريبه قوي. خلاص يا سكينه خديهم، حلال عليكي. خلونا في المهم يا جماعه. مين السايغ اللي هنروح نبيعه عنده؟ السكه ما بتخلاش من المخبرين. رايه عارفه سايغ. عارفه سايغ؟ واحنا نضمنوه منين السايغ ده؟ تضمنوه عشان حرامي. أنا رحت مع نسوان عنده قبل كده معارفي، بيخزق في نص التمن كمان انه عارف ان الصيغه مسروقه. طب ليه نروح عند اللي بيخوزق؟ ما نروح نوزنه عند شيخ الوزانين. شيخ وزانين ايه اللي نروح له يا راجل انت؟ انت عايز تجرسنا؟ احنا بنبيعوا صيغه قتيله.
اسره لما يصبح الصبح انا رايحه ناخد سكينه للصاغ اللي نعرفه. قلتوا ايه؟ قبل ما تبيعوا الصيغه لازم في الاول نحط ايدينا في ايدين بعض ونتفقوا ان محدش مننا يقول على التاني لو وقعنا. لا، ده اللي يخون الاتفاق يحق لنا ان احنا نموتوه زي ما موتنا الوليه اللي احنا قاعدين عليها دلوقتي، وبلاش نترازلوا على بعض. تمن الصيغه هيتقسم بالحق، الراجل زي الحرمه، يعني هنقسمه على 6. خلوا موضوع القسمة دي لما تنباع الصيغة. رايق وسكينة هيروحوا الصاغة، ها؟ واحنا نتقابلوا هنا، هنقسمه هنا. إذا صبح البريء مظلوم يشعط في قلبه مرار، يشعط في قلبه مرار. إنذار إنذار إنذار، إذا بات الجعان محروم تشبط في قلبه النار، تشبط في قلبه النار. إنذار إنذار، الظلم طعمه مر يا أصعبه على الحر، تجري السنين وتمر ولا تنطفيش النار، تجري السنين وتمر ولا تنطفيش النار. إنذار إنذار إنذار. اهلا اهلا، خطوه عزيزه. بالك مده ما شرفتناش يا ست رايه في المحل. ما انت شايف الحال يا سي علي، هو في حد ما بيشتكيش من الايام السوداء اللي احنا فيها دي؟ منورنا. تشربوا ايه؟ اختي سكينه. منوره يا ست سكينه. نجيبوا شاي؟ لا معلش عشان ما نعوقوش. ما يصحش. خليها النوبه الجايه، اصلنا مستعجلين. هاتي الحاجه اللي معاكي يا سكينه. أنا ما رضيتش نروح عند شيخ الوزانين، قلت أنت الخير والبركة. بالزمن كنت بنقول لك إيه يا سكين؟ ما بتأمنش لذمة حد إلا لذمتك. الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمه يا ست سكينه. انما ما قلتليش يا ست رايه، الحاجه دي اشتريتيها منين؟ دي مش حاجتي، دي حاجة سكينة أختي. أنا كنت شارياهم من سناجيب مرقص. ستمية جرام، يبقى حسابهم 18 جنيه وريالين. بس دول يجيبوا أكتر من كده. كلهم مصنعية وحياتك يا ست الكل. صدق يا سي علي سيد. ها قلتوا ايه؟ هات يا اخويا الفلوس. هات من عناية يا ست راي. الراجل ده حرام. بس ده 18 جنيه وريالين. ما نتحرمش منك يا سي علي. أنست وشرفته. شرف مقدارك يا اخويا. ألف سلامة. مؤاخذة. هو المنيل على عينه ده لازق لنا كده ليه؟ ملناش دعوة بيه. الصيغ ده حرامي يا اختي. على الأقل مش هيقعد يسألنا جايبين الحاجات دي منين وفين العالم وزن بتاعها. وهو انت موافقتك كده على التمن هتخلي الفار يلعب في عبه. علي عارف ومتأكد إن الصيغة دي مسروقة وعامل نفسه مصدق، وعارف ومتأكد إنني مش خامة، بس هيوافق. طب مش هنشوفه حنطور؟ احنا هناخد القرشين نركبوا بيهم حناطير. يلا يلا يا خايبة يلا. ايوه دول قاعدين على القهوه اهو. ما يا اختي مالهم مسروعين كده ليه؟
هو احنا ايه هندكنوا على الفلوس ولا هناخدهم ونجروا؟ قطيعة دي بتاع الرجالة في ساعة واحدة. عملتوا ايه؟ قطعوا كام؟ ما تنطق يا ريا. ما تصبر على رزقك يا راجل انت. الله. كام دول؟ الراجل السايخ ده حرامي. قال ايه؟ ما جابوش غير 18 جنيه وريالين. يا ابن الحراميه، اهو ده بقى مشاركنا غصب. من اللئيمه مسكنا من ايدنا اللي بتوجعنا. خد يا سكينه نصيبك انت، وانت يا رايه بعدين هبقى حاسبك بعدين. حساب تقل يا سبع البروم. سبع البرومبا نادي مقلتها بقى. يلا بينا يا رجاله نقعدوا ونتحاسبوا. ما تعوقش يا عبد العال. خفيش، هنرجعهولك زي ما خدناه، مش ناقص حته. محدش يجيب سيره عن صورة الفلوس اللي لقاها في عب الولية، ها؟ انت بالذات يا عبعال اوعى تقع في الكلام قدام سكينة. هي سيره وغنوه؟ ما خلاص قلت الحكايه والروايه دي مره قبل كده. اسمع يا عصام الله، شيل سكينه من نفوخك. هي مش مراتك برضك اللي اخدت هدوم خضراء؟ مين فيهم اللي خدت الخلخال؟ سكينة برضه شبطت فيه. وكمان الخلخال؟ لا مؤاخذة يا صاحب عال، مراتك دي رزيلة قوي. ده كده هي اللي كوشت على الكوم الكبير. عبعال متضايق من ايه؟ مش قادر نصدق اللي حصل لحد دلوقتي. بقى نتحمل روح عشان دول، عشان دول. ايه اللي عملته ده؟ ازاي وافقتهم؟ وليه؟ اتجريت من رقبتي، سحبوني وما قدرتش تقول لا. يمكن عشان هددوني. ايوه هما هددوني. انا وافقت عشان ما تموتيش يا سكين، كان ممكن يحرقوا قلبي عليك. لا، أنا ما وافقتش عشان أنا ما خفتش عليه. أنا بندور على حاجة نداري بيها خيبة القوي. ما افتكرتش أمك يا عبد العال ليه؟ هتخفيها عينك إزاي بعد كده؟ إزاي عرفوا يعموني ويغمضوا عيني؟ هي العوزة يا عبد العال. أيوة العوزة. العوزة والأيام السوداء هي اللي حطتني فيه. يا أمه، وحشت حضنك، وحشت. ايوه جاي. اهلا، ازيك يا عبد الطلب؟ صباح الخير يا شعبان. صباح الخير يا اخويا. ما تيجي تاكل معايا لقمه؟ الف هنا، سبقتك. امي بايته عندك؟ لا ما باتتش عندي. ليه؟ انا كنت رايح نسالك عنها، دي من امبارح لسه ما رجعتش. تلاقيها راحت عند سعديه وباتت هناك. مش عارف. طب كانت قالت لي قبل ما اخرج امبارح. يبقى راحت عند خالة امينه في حاره النجا. امك؟ لا، داني بقالي جمعه ما شفتهاش. اما راحت فين بس؟
دورت عليها عند سعدية ولا عمتك فاطمة؟ دورت، محدش شافها. لازم بقى بايتة في القرافة عند أبوك، الله يرحمه. ايوه صحيح، دي متعودة على الحكايات دي لما نروح نشقر عليها. يبقى طمني يا شعبان. كتر خيرك يا خالة ام احمد. على ايدك هنا يا اسطى. خد سكينة، عملت ايه؟ رحت الحلاق الصحة؟ ايوه، نضف لي الخراج تاني وربط لي رجلي بشاش نضيف وقال لي نفوت عليه بعد يومين. أنا عارفة ايه اللي كان مسكتك ده كله؟ من قلة الفلوس يا أمينة، ده كان كل غيار ياخد مني نص ريال. هنجيبه منين في الأيام السودة دي؟ وعملت ايه؟ أنا يعني ما شفت الزباين جم. ماني فت على مريم الشامية استلفت منها قرشين. إلا من حق، أنت ما شفتيش خضرة؟ خضرة؟ ايوه، اصل شعبان ابنها جالي وسألني عليها، قال ايه من امبارح الظهريه ما رجعتش البيت. ما انت عارفه تلاقيها هنا ولا هنا يا اختي بتلقط رزقها. بالاذن احسن اني مش قادره نقف على رجلي. انت يا راجل يا نص، هما الرجاله فين؟ ما حدش شافهم يعني النهارده. أنا نفسي بنسأله نفس السؤال. بنقول لك ايه، انت ما تلمحتش بخضرة امبارح؟ خضرة؟ أنا شفت واحدة شبهها خارجة من البيت ده امبارح. تكنيلة. هقول لك ايه، ما انت نص. عيبي عيبي على خلقة ربنا، عيبي. مين اللي بيخبط؟ بتاع سكينة هيكون مين يعني؟ يا سكينة كل ده نوم، نايمة في المالح، ده ايدي وجعتني من كتر الخبط. اسكت يا عبد العال، قالني شفت حلم. يا ساتر كنت هنموت. عشان كده وشك مخطوف. تعالي اقعدي، اجيب لك شويه ميه. الولد ابن الولية سأل عليها النهارده. خضرة، تعالى نسأل العسكري ده. احنا عاوزين لا مؤاخذة نبلغوا عن واحدة خرجت وما رجعتش. خش للصول محمد المصري. اسمها ايه؟ اسمها لا مؤاخذة خضرة محمد اللامي. خضرة محمد اللامي. سنها كام سنة؟
سنها يجي 36 سنة. 35 سنة. تقدروا توصفوها؟ هي لا سمرة قوي ولا بيضة قوي، وشعرها اسود، وطول كده قد طول انا كده. لف كده، لف انت كمان معاه. يعني الطول 175 سنتي. كانت لابسه ايه يوم ما خرجت؟ كانت لابسة جلابية سودة وملاية سودة. هي غاويه لبس الاسود؟ لا ابدا، ده حزين على ابويا. قلت لي. امكم لها عدوين؟ لا ابدا. لا ابدا. يعني ما سمعتوش عنها حاجه كده ولا كده؟ حاجه يعني ايه يا حسون؟ يعني تكون مثلا عايقه في نفسها. طيب ما سمعتوش عنها اشاعه كلام مش كويس؟ انا امي كانت اشرف من الشرف يا حسون. محدش يستجرى يجيب سيرتها بكلمه. طب ما تزعلوش. مش يمكن سافرت عند حد من قرايبها في البلد؟ ملناش قرايب في اي بلد تاني، كل قرايبنا معانا هنا في اسكندريه. يلا ربنا يعطرنا فيها ان شاء الله. يعني ايه اللي هيتم دلوقتي يا حسون؟ لا مؤاخذه يعني. لا مؤاخذه يعني هنخطر المحافظه بصوره المحضر علشان تعمل نشره بغياب امكم، ويكون مكتوب فيها ايه؟ اسمها وسنها واوصافها، علشان تنزل في المحضر بتاع الغايبين في النشره الجنائيه. تشكر يا حسون. استنى انت وهو رايحين فين؟ احنا لازم نقفله المحضر ده دلوقتي. ونبهنا على اصحاب البلاغ بان يحضرا الى القسم عند عودة والدتهم للابلاغ عن ذلك. كل واحد فيكم يطلع الختم بتاعه ويختم هنا، ولا انتوا بتبصموا؟ يحول الى وكيل نيابة اللبان الجزئية. ايه حكاية الناس اللي عمالة تختفي كل شوية دي؟ ده تامن بلاغ السنة دي يا فندم. وملقناش ولا حد فيهم. جنابك اللي بيروح ما بيرجعش. طيب حول المحضر للنيابة، وطبعا النيابة هتبعت عايزة تحريات. أوامر سعادتك، نبتدي التحريات؟ بالظبط. نزل مخبرين يلموا أخبار من وسط الناس، وشوف شيوخ الحارات وظبط تحريات. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ده فوزي المهجر، عارفينه؟ ده ماله ده؟ تلاقيه بيعس على حاجة. ايه؟ نطلبوا له شيء؟ نطلبوا له يا اخويا؟ احنا كمان هنصرفه على الحكومة؟ خلاص بقينا بنحتكموا على الأبعدية. الحكاية دكت خالص. إلا دكت. اسكت يا جدع، دي الفلوس طارت ولا الحمام. تقولش فلوس حرام؟ ده انت رزيل يا جدع. هو بقى في حلال وحرام؟ ما خلاص شبكوا في بعض. اهو حلال اكلناه، حرام اكلناه. سيبوكوا بقى من الكلام ده، تعالوا نتكلموا في الجد. شغل علينا يا اخويا، عندك تصريفة؟ احنا لازم نفكروا دلوقتي في الولية اللي لازم نموتوها. مين؟ تاني يا جدعان؟ بكفايه واحده. ويا عالم اذا كانت هتعدي بالسهل كده ولا هنروحوا في 60 داهيه من وراها. الكلام اللي بيقوله عرابي ده هو عين العقل. ما قدامناش تصريفه تانية غير ان احنا نموتوا النسوان اللي مش قادره تقيم دراعاتها من كتر الذهب اللي فيه، ولا ايه؟ شوف يا معلم، احنا متفقين على كل حاجه وايدينا في ايدين بعض. جيت معانا في الاتفاق هتاخد نصيبك، ما جيتش
هنجرجروك ويانا ولا على رأي عبد الرازق ولا ها؟ تاني يتقابلوا من تاني، بعدين تتشبك تتماسك وتشد اللقمة من الدنيا. شفايف تهمس وشفايف يسرقوا بسمتهم من الدنيا، قلوب تتدفى في حضن قلوب يتمنوا الرحمة من الدنيا. تاني تصغر أحلام، تاني تكبر أحلام، تاني تصغر أحلام، تاني تكبر أحلام، تاني يغرزوا صوابعهم في الرمل وتطرح خطتهم في الريح، تاني يخبطوا على باب مقفول. معقول معقول تاني. نازلة ابو الليل، انا اللي اعرفه انها بتحبك يا عراب، انت بتشوفهاش؟ نعرف نتلموا عليها من ساعة جوزها ما مات، كل ما نروحوا نسألوا عليها يقولوا لي راحت لزباين. ايوه ما هي خياطة متصيطة وزباينها كتار. بس انت متأكد ان اللي شفتها دي هي نازلة؟ ايوه نازلة، امال امها؟ يا اخويا يخلق مش شبه 40. يا جماعة انتوا هتعموني ليه؟ ده اللي نعرفه الراجل اللي كان معاه. وده يطلع مين بسلامته؟ ابراهيم الشرباطلي. ايوه كانت حكت لي عليه، بس ده تعرفه قبل منك يا عراب. ده ابو احمدات زيك يا عربي؟ لا سيدي، ده عنده وكالة علافة. الله، يعني راجل متريش. بصراحة البيت لها حق برضه في الأيام المنيلة اللي ما يعلم بها إلا ربنا دي. ولا تزعل نفسك يا عراب، ولا يكون عندك فكر. أني هنروح ونشوف لك إيه الحكاية. تعالي شوفي الباب ياما. حاضر يا ناصر. عيبة اللي بتخبط. ازيك يا استاذ زين؟ ان شاء الله تسلمي يا اختي، اتفضلي. عشت. اهلا يا حبيبتي يا اختي. وحشاني يا نازله، وغوشتينا عليكي، محدش يا اختي بيشوفك ليه؟ ابدا يا اختي، زي ما انتي شايفه كده قاعده طول النهار قدام المكنه. استريحي يا حبيبتي، اعملي لنا كوبايتين شاي ياما. من عينيا يا نازله. انت مزعله عربي منك ليه؟ اني شافك وانت راكبه حنطور مع واحد وداخله معاه كنده جوان. وامتى بقى الكلام ده؟ امبارح. لا، اصل ده جوز زبونه عندي. شافني وانا ماشيه في الشارع فقال لي تعالي نوصلك. وانت كنت رايحه الكنده جواني تعملي ايه يا نازل؟ كنت رايحه نحصل اجره شغل من زبونه تانية، وبعدين هو لقي عندي عشان يحكم فيا. هو انتوا مش صحاب يا وليه؟ بلا نيله، ده عاوزني نصرف عليه. اني غرضي تراضيه، وما تنسيش ان ابو احمدات ومعرفته ليكي عزوه. هي امك عارفه ان انتوا؟ امي مش عاجبها الحال وعاوزاني نتجوز. صراحه عندها حق، بقى في واحده يبقى وياها الظرف والحلاوه دي وما تتجوز؟ قصدك على عربي؟ اختي ده بيحب حب منفعه، ده الود ود ويبيعني سختي ويغطس وادي وش الضيف، ويبقى ما نبني غير انه قشلني. طيب اني الجلابيتين دول بقى اني عايزاك تقصرهم لي قراطين. عينيا يا حبيبتي. طب اني نمشي بقى، اكملنا عوقت، هنعدي لسه على واحده صاحبتي ناخدها ونروحوا سوا الزنقه. والشاي اللي انا عملته ده مين اللي هيشرب؟ يبقى لي عندك كوبايه شاي يا ام نازله. ما تنسيش بقى الكلام اللي انا قلتهولك، ها؟ راضيها وما تزعليهاش مصلحه برضه. حاضر، بس انت كمان برضه بقي فهميها الحقيقه. عينيا. فوتكوا بعافيه. مع السلامه. الله يعافيكي يا حبيبتي. يا اختي
انا مش عارفه يا بنتي يا نازله، ما بنستريحش للوليه دي ليه؟ هي كانت عملت ايه يعني ياما؟ طب داني محدش بيحبني قد ريا دي. عملت ايه؟ شفتيها؟ يا اخويا انت ظلمت البيت، ده اللي كان بيوصلها ده جوز واحده زبون. وصلها اللوكاندا؟ ولا جوز واحده زبونه ولا حاجه، صاحبها اليتيم وانا خمه. قدر عايز يتجوز. كانت قالت لي براحتها، مش عايزه تقول دلوقتي. افهم من كده انها عايزه تخلص مني. ايوه عليك عالظلم، داني رحت لقيتها مفرفره ودمعتها دي على خدها وعلى كلمه واحده عربي عربي، قالت لي امانه قولي له ما يزعلش وانا هنراضيه. يقول ايه يا عانه بدماغها وكلامها ما يمشيش عليا. جرايه وليا، هو انا لقيت خادم سليمان؟ ده الشغل. هو في حد بيلاقي شغل اليومين دول يا عبده؟ لقيت الشغل ده فين؟ في وابور خريمي. هنستلم من بكره يا سكينه، زغراتي بقى. يا الف بركه يا اخويا، ما دقت الا لما فرجت. سكينه انا عايزك تبلغي الجماعه ان انا بعيد، مش هنبقى معاهم في العباره اللي جايه، انا ماليش دعوه بيهم، هنقاطعهم. انت بتقول ايه يا عبده؟ هو في عباره تانية؟ انا سمعتهم بيتكلموا عن حرمه اسمها نازله ابو الليل. يا نصيبتي، نازله ابو الليل الخياطه دي صاحبه ريا الروح بالروح ومخويها بالعيش والملح. الطور عرابي هو اللي مسخنهم على الحرمه دي، قال ايه خمته ورجعت لصاحبها الاولاني. ده ايه الخيبه دي يا اخويا؟ هو ايه اللي جرالهم؟ بقى كل واحد يشوف صاحبته ماشيه مع راجل تاني يقوم عليها يقتلها. كل ده يا بنت ما يخيلش، كل ده اونطه، هي لا خمته ولا يحزنون. هو صرف الفلوس اللي فاتت، عجبته الحكايه، طبع في صيغه الوليه، قال في ذات نفسه اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. وريا قالت ايه؟ عربي راسه ألف سيف عايز يموتها. بس دي صاحبتك يا ريا. صاحبتي يعني بتاكلني ولا بتشربني؟ طب واخره الحدوته دي ايه؟ مفيش حل قدامنا غيره ولا نموتوا من الجوع، واحنا ما بنعملوش حاجه، الرجاله هم اللي بيعملوا. انا عارفه ايه اللي خلاني توعتكم. ليه هو انت مش اختي واللي يزعلني يزعلك، ولا كنت عايزاني نقف نتفرج والوليه بتلهف مني الراجل؟ اختي يا ريتها كانت لهفته وخلصنا منه، هو يعني امل قوي؟ احسن من عدمه، اهو ايدنا ورجلنا بردك. طب يا اختي انا وعبد العال النبادي مش وياكم. يعني ايه؟ يعني انتوا من سكه واحنا من سكه. لا يا حبيبتي، احنا في بينا اتفاق، احنا على الحلوه والمره سوا، ولا عشان مع عبد العال يعني لقاله لقمه عيش. لو وقعنا هتبقي معانا، عقلك في راسك تعرفي خلاص. هو لعب عيال، ده اتفاق، واللي ما يعملش بيه هيبقى معانا غصب عنه. اهي بتقول انهم مش هيجيبوا سيره لجنس حد. احنا نضمنه منين؟ اختك لسانها فين؟ سكينه بتسمع كلام عبد العال، يبقى نتكلموا معاه هو. اتسندت على حيطه مايله، هو يقدر يتنلها كلمه؟ ما هي بتخاف عليه يا ريا، ولو شافته معانا هتيجي برجليها هي كمان. يا جدعان الشغلانه دي لازم نخلص منها النهارده. انا دمي فاير وضارب في نافوخي ومش هيشفي غليلي غير لما نياموا الولايه نازله دي جنب خضره. يا اخويا مستربع عليا، ما حتتين الصيغه هناخدوهم. روق دمك يا عرابي يا اخويا. هو عبد العال شغال فين؟ قول لهم يستنونا على القهوه اياه، انا قدامي 10 بلات هنخرمهم ونحصلهم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا جماعه. خد نفسك الاول، اقعد. شد لك كرسي يا عبد العال، شد كرسي وتعالى ريح هنا يا اخويا. تعالى. ادي الكرسي. اقعد على حيلك. موضوع نازله لازم نخلصوا منه الليله. ايوه، واحنا رتبنا كل حاجه. رايه راحت تسحبها على بيت علي بالكبير. لا يا جماعه انا مش موافق، ولا العباره دي بتأثر العمر. ما تخافش يا عبد العال، احنا عاملين حسابنا كويس. هي يعني اللي قبلها كان حد حس بحاجه؟ اديها نايمه اديلها 3 جمع ولا حد قال لها انت فين. خلاص اعملوا العباره دي لوحديكم، انا كفيت ايدي من السيره دي. ما تقعد على حيلك امال. هو دوركم يا تلعبوا ما تلعبوش.
شرف انا اللي اتمرغ في التراب ولازم انضفه. طب يا عرابي يا كانت مراتك؟ الكل عارف انها كانت ماشيه معايا، والراجل الجدع ما يسيبش الحرمه بتاعته تمشي مع واحد تاني ويقف يتفرج. قصر الكلام ومن غير رزاله. عبد العال انت معانا، تروح يمين تيجي شمال معانا، نزلت تحت طلعت فوق برضك معانا. يا اخي استعبر، ده احنا دكينا خالص. الواحد ما عادش يحتكم على مليم احمر. ده انت حتى اللي هتدفع ثمن المشاريع. معلوم، مش هو اللي عازمنا ولا ها انت بتضحك على ايه يا عبد الرازق؟ انا ما عزمتكوش. وبعدين انا داكك زيكم. انت مش قلت الغفير خليهم يستنوني في القهوه؟ يبقى انت اللي هتدفع. ايه ده؟ ده محضر غياب الحرمه خضرة محمد اللامي. ده اللي رجعه وكيل النيابه؟ ايه يا فندي، عشان نعمل له التحريات. وعملتوها؟ زي اوامر سعادتك بالظبط. بعت 2 مخبرين لفوا اسكندريه بحالها، ما عترولهاش على قطر، وده مدون في المحضر قدام سعادتك. خلاص يحفظ. بنت يا بديع، انت يا بنت يا بديع عاوزه ايه ياما؟ خدي عايزاك. انا بلعب ياما. لعبت عليكي نفسك، تعالي تنشكي في قلبك، انا لو نزلت هنقتلك. عاوزه ايه ياما؟ تعالي هنا يا بنت. عايزاكي توصلي لحد نازله الخياطه اللي على قمه الحاره اللي ورانا، عارفاها يا بنت؟ ايوه. تقولي لها امي بتقولك هي عايزاكي النهارده خصوصي، وتخليها تجيب معاها الجلابيه، وقولي لها امي هتاثرها على الجلابيه التانيه، فهمتي؟ وما تجيش الا وهي معاكي. طب وما رضيتش ياما؟ قولي لها امي عايزاكي ضروري، وفوتي على ابوكي وانت راجعه على القهوه قولي له على اللي حصل بينك وبينها. فهمتي ولا نقول تاني؟ فهمت ياما. يلا روحي. طب هاتي مليم احمر عشان اجيب بيه بتنجان مقلي. روحي دلوقتي، اما تبقي تيجي نبقى نديكي. انا بديع. عايزه ايه يا بنت؟ انا عايزه نظر. انت بنت مين؟ انا بنت رايا. يا نازله نازله، في ايه يا بخيته؟ في بنت عايزاكي. مين دي يا اختي؟ بتقول انها بديعه بنت رايا. في ايه يا بنت يا بديع؟ امي بتقولك هاتي الجلابيه عشان تقيسي عليها جلابيه تانية. روحي يا اختي قولي لها اني مش فاضيه وان الجلابيه لسه ما خلصتش. ماليش دعوه، هاتي الجلابيه وتعالي معايا. امشي يا بنت غوري. طب هاتيلي ملينا وحياتي دي عماد تديني ملينا. يا بنت غوري جاتك داهيه فيكي وفي اللي خلفوكي. ماشي، انا هنروح نقول له. بنت يا بديعه، اني ما بنقولش على امك يا اختي، اني بنقول على ابوكي. جاتك داهيه فيكي وفي ابوكي. ماشي، طب هاتي ملينا. عملتي ايه يا بنت؟ رحتي النازله؟ رحت ياما وقالت لي مش فاضيه وشتمتني. شتمتك ليه؟ اياك تكوني طولتي لسانك عليها يا منيله. لا ياما انا ما طولتش لساني عليها، انا قلت لها لازم تيجي وتجيبي معاكي الجلابيه، راحت شتمتني وقالت لي كانت داهيه فيكي وفي اللي خلفوكي. يا بنت الكلب. عديتي على ابوك يا بنت قلتي له؟ رحت ياما ما لقيتهوش في القهوه. فين ياما النجله اللي قلتي لها هتديها لي؟ مكان ملين فقس. تكنيله مش عامله زي ست ام راي. خدي. هو انت هنا؟ باين العبارة بتاعت الولية نازلة مش هتتم النهاردة. أحسن عشان تفكري وتراجعي نفسك، دي مهما كان صاحبتك. هو اني نقول طور يقولوا احلبوه؟ انت كنت فين؟ بعتلك البيت على القهوة ما لقيتكش. كنا بنلين ونفوخ اخينا ده. قولي لي عملتوا ايه؟ عملها اسود، مش راضية تيجي، قال مش فاضية. يعني ايه؟ يعني العبارة دي هتتأجل لبكرة. ايوه ارتحت. بس 40 على ايه؟ الوليه لسه ليها عمر. يا جدع بقول لك احنا دكينا، ما عدناش نحتكم على مليم احمر. هو احنا يعني كنا رايحين ناخده من وراها البيت الملك؟ مفيش غير عرابي، اروح ادور عليه اجيبه يتصرف في الفصل ده.
وانت خلصت شغلك؟ ايوه. وبعدين في الشغل اللي واقف ده الحالة دكة والحكاية بقت ها قوي. وبعدين في الرزالة اللي احنا فيها دي. ايه يا اختي الخايله الكدابه دي؟ انا هنستناك البيت رايح في حاره على بيت كبير. أني هنفوت عليك وأني رايحة زنقة اليهود. هنروح نشتري شوية خيط وكلف للهدوم بعد ما نخلص غسيل ونشر. طب ما تتأخريش. طب يا أختي قولي لها إني مش هنتأخروا عليكي، هنفوتوا عليكي بعد شوية. ماشي يا أختي؟ عربي؟ ايه يا عربي عملت ايه؟ سبع ولا ضب؟ جاية، بس أنا عايزك ترصديها وراح أسوق البصمة في زنقة اليهود وتسجديها. ليه وانت مش مالي ايدك منها ولا ايه؟ حاسس برضه إنها عايزة تزوج. خلاص بقى ما تسيبوها بدل ما تجرسنا وتودينا في داهية كلنا. متخافيش، إحنا مرتبين كل حاجة. ريا، المهم تعملي اللي قلتلك عليه وتسحبيه على هناك. الجماعة فين؟ جوه. بيت يا بديع، انت يا بيت. الجاز نازلة نازلة. في إيه يا بنت؟ أمي بتقولك تعالي عشان عرابي عايز يشوف. طب يا أختي قولي لها إني هنروحوا الزنقة وهنفوتوا عليها وأني راجعة. ماليش دعوة، أنت عايزة عم عرابي يضربني؟ ما تتكدمي يا بنت. هما فين؟ في المطرح التاني. طب يا أختي تعالي أما نشوفوا إيه الحكاية. أني عارفة مسروع عليا كده ليه قدامي. أشرقت الأنوار واستبهجت حلقاتها. حلاوة ولطافة وصلت. العواف عليك. يعافيكي يا حبيبتي، تعالي اقعدي. معلش بقى ما لحقتش نغير الجلابيه اللي كنا لابسينها، جيت لكم بجلابيه البيت. هو يعني كويس انك ما لحقتيش، ده كده حلو قوي. خدي يا اختي خدي انت ورا دارك عشان الرطوبه. خدي. تسلمي. باشا باشا. سكينة، خدي هاتلنا فياسكة نبيت وأكل ورسم كونياك مخصوص عشان نازلة بتحب تشرب منه. لا معلش شوف حد غيري، أنا ما نقدرش نمشي على رجل كتير. هات نقوم وانا نجيب. هات. ما تاخد ايدي يا راجل، مش شايفني شايله؟ اهو قوم. يا اختي ويك ربنا. اهلك يا شايله. ما تعوقيش يا ريا. تنسيش الكونياك. عينيا. انت مش ملاحظ حاجة غريبة بتحصل؟ حاجه زي ايه يا وليه؟ الجماعة كل شوية يغطسوا ميبان كأن الأرض انشقت وبلعتهم، وبعد شوية يتلموا كلهم ويظهروا بربطة المعاني. ما يمكن عندهم شغل في البيت التاني. وانت دريان بحاجة؟ شغل ايه يا راجل انت؟ هي فين ريحة الشغل دي؟ انت عايزه تقولي ايه؟ أني عارفة بقى. لا بس الحكاية دي تحير. خد يا بت. والنبي لا تديني فلوس يعني. امشي يا بت، امشي على البيت يلا. مش هنجي وراكي نجار.
ما تاكلش ليه يا عبده؟ نجيب منين النفس؟ ما تاكل يا ابو عال، انت لازم تتقوى. لو لسه قدامك شغل ياما. اصل نازله ماسك شغل جديد. يا اخويا يديله العافيه، سي عبعال قدها وقدود. الله 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 يا نازله، انت عينك زاغت على عبد العال ولا ايه؟ قبل لك شويه. فشر يا اخويا، اني ما نخونش صاحبتي ابدا. اصيله يا ناصله، مش زي غيرك، ما تصونش العيش والمال. اني بقى لازم نقوم، الغسيل منشور ولازم نلموه يا اخويا. يا شيخ عودي خدي لي الكاس تاني. انت لسه ما مشيتيش يا بنت الكلب. انجري يا بنت، اللي لو طلعت لك هتاكل حمام عينيك. يا اختي انا مش هنقدر نستحمل طلوع الروح ده. الولية عمالة ترفص زي البغل في الرجالة، مش قادرين عليها. يخرب بيتها هدت حيلهم، ده حاجة تقرف. واحنا ايه اللي جابرنا على كده؟ ماني قلت لك سيبينا من العبارة دي، واللي عايز منهم يقتل هو حر في روحه. طب وعبد العال؟ عبد العال جاي غصب، واني متأكدة انه مش هيوافق لو ركبوا دماغهم عشان يقتلوا حد تاني. مش هيسيبوه، وافق ولا ما وافقش مش هيسيبوه. هو ايه؟ غصب ولا تحكيمة رأي؟ يحق لهم، خايفين لحد منكم يتكلم. احنا قلنا محدش فينا هيتنيل ويفتح حنكم. تحبوا نبصم لكم على كده؟ قطيعة. واقفة عندك بتعملي ايه يا بت؟ خدي هنا. يا بت قربي. هي مين ياما اللي كان ابويا وعربي شايلها؟ شايلينها فين يا بت؟ في الأوضة، أني شفتها. شفتي ايه يا بت؟ شفت ابويا وعربي شايلين واحدة ورماها في الحفرة.
عارفه لو نطقتي بكلمه من اللي شفتيه ده ولا جبتي سيرته لحد انا هنعمل فيكي ايه؟ يعني هنقطع جسمك ده نساير بالسكينه وهنرموك وياها في الفحر ونجيبوا تراب وندبدبوا عليكي برجليا. سامعه يا بت؟ حاضر يا أم. اياكي تنطقي انك شفتي نازله هنا يا بت، اياكي، ولا تنطقي بنص كلمه يا بت، فاهمه؟ طب هما ليه يا أما حطوها في الحفرة؟ هي مين دي يا بت؟ نازلة. انت مش هتجيبيها لبر، مش هتجيبيها لبر، انا عارفه، غوري العبي في اي حته. صيغه مبدعه. عدتوهم؟ ايوه قدام عبد الرازق وعبعال وشتين وحلق ودلايه وخلخال. عدتوهم قصاد سكينه التي مهفوفه وتخوننا. يا قلبها خفيف ليه؟ ما تطمنيها يا معلمه. هي لما هتشوف الفلوس قلبها هيقوى، حاكم اصلها تعز القرش قوي، ولا ايه يا عبد العال؟ طب بينا نطلع على القهوه. ايوه الا الوليه الرزيله دي طيرت الحجرين. يلا بينا يلا بينا يا رجاله. لكم عافيه يا ريس. سلام يا اخويا. ما تعوقش، قال لي عايزاك في حاجه خصوصي. طب انا ايش دراني؟ ما تاخذنيش عصام الله، ما تاخذنيش يا عبد العال يا اخويا. ايش دراني ان ريا وسكينه ما بيخنصروش من ثمن الصيغه؟ والله كله جاهز يا عبد الرازق. دول جوز نور ياكلوا مال النبي ولا ايه يا عبعال؟ الكروديا بس هو اللي يآمن لابليس، ودول مش واحد، دول 2 أبلسة. محدش عارف هما بيخنصروا ايه، عشان كده كل واحد مسؤول عن روحه. عبد الرازق انت من بكره هتروح معاهم. لا انا ما نروحش، لان لو حد شافني معاهم هيشك ويقول ايه اللي لم الشامي على المغربي. انا من رايي اللي يروح معاهم حسب الله، لان لو حد شافه معاهم مش هيشك. واحد ماشي مع مراته واختها هيشك في ايه ولا ها؟ خش 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 تعال شوف المصيبه اللي كانت لا على البال ولا على الخاطر. اعوذ بالله. مصيبه ايه بس يا ريا كفاله الشر؟ المدعوقه بنتك شافت كل حاجه. كل حاجه ازاي يعني؟ شافت العباره كلها يا اخوه. يا نهار ابوها اسود. استنى بس، مش نعرفها نعمله وياها ايه الاول يا ابو مخ تخين انت؟ هنذبحوها هناكلوها نقرقشوها، هنضربوها علقه تفتكر على طول اول ما لسانها يطلع بره حنكها. ما ينفعش، انت ما تضربهاش، انت تخوفها تسرعها تفهمها انك هتموتها عشان ما تنطقش تاني، عشان دي لو نطقت حبيب مش هيلف حوالين رقبيكم. ايوه صح. قومي فزي يا بنت الكلب. انا عملت ايه يابا؟ قومي تعالي تعالي. انا عملت ايه يابا؟ اسكتي خالص. حرمت يابا، ما تذبحنيش، حرمت. كتم يا بنت. حرمت يابا، ما عدتش هنعمل كده تاني، حرمت، ما عدتش هنعمل كده تاني. عارفه لو لسانك طلع بره حنكك هندفنوك يا بنت الكلب زي اللي بندفنهم، هنقتلوك ونشربوا من دمك. حرمت يابا، ما تذبحنيش، حرمت يابا. خلاص يا حسب الله، خلاص سيبها النوبات. قومي يا بنت الكلب. قومي قومي ردي عليا يا بنت. هو انا يا بديعه النهارده بعتك لنازله؟ نازله مين دي ياما؟ انا ما اعرفش حد اسمه نازله. تلات جوايش في 2 جنيه يبقى ب6 جنيه، والخلخال 3 ريال، والحلق 6 ريال، والدلايتين ب12 ريال، يبقى الحسبة كلها على بعض
10 جنيه وريال. مش شويه يا سعلي؟ خلاص قدامكم الساجة، إن جاب أكتر من اللي أنا قلته يبقى لكم حق. هات يا سعلي الفلوس هاني. عناية يا ست ريا. الله واحد مش تاني. اديني منابه يا ريا خليني نمشي. يا اختي انت مستعجله على ايه؟ ما تستمري لما نقعد. دماغي هتنفلق، عاوزه اروح ناخد لي كاسين عند بيهم دماغي، انا ما نمتش طول الليل. عملتوا ايه؟ بعتوا الحاجه؟ حابس انتوا طلعتوا لنا منين؟ معلش اصل الرجاله دكه ما معناش حتى نبل رقنا، صوري مفيش راجل من دول يحتكم على مليم احمر. قطعوا قد ايه النبات؟ امال عبد الرازق فين؟ هو انت يا وليه مش هتبطلي المدعوق اللي بتشربي ده ليل ونهار؟ يا اختي اقعدي خدي لك كاسين، احنا عارفين الليل من النهار، وهي كلها ايام سودا ومنيله في 60 ميله. ادينا بنعافر في وقف الحال ده اللي مش باين له اخر. اديكي شايفه القهوه الهوا بيصفر فيها من قله الزباين. امسكي خدي دول من اللي عليا. يا بنت مش قصدي، ماني عارفه الحال من بعض والغم على الكل. اصل عبد العال عطر على شغلانه وبياخد منها يوميه كويسه. طب ما نقفلوا القهوه بقى ويشغلني معاه. يا ريت ما بيشغلوش نسوان، ولا كنا رحنا انا وانتي. قوليلي اختك ريا وجوزها عاملين ايه؟ اهو الحال ملطش على الكل. عارفه يا بنتي يا سكينه، اني لو نلاقي راجل عدل ومش داخل على طمع كنا نتجوزه ونسيب له القهوه يمشيها ونريح نفسنا من وجع القلب ده. إلهي يبعد عنك ولاد الحرام ويبعت لك اللي يريح بالك ويسعدك. اشربي يا اختي اشربي. يا وليه قلت لك مش كيفي. شايف يا نص ولا اتعميت في نواضرك؟ شايف سكينة راجعة ومحملة ازاي؟ منين ده كله؟ سرقت ولا نهبت دي؟ يا وليه يمكن ربنا فرجها عليها. منين؟ هي السما بتشتي فلوس؟ دي مش لاقية اللضا. يا وليه قطعة الارزاق مسيرها تيجي تنفعنا. ما انت طول ما انت قاعد على بابها كده مش هيجيلنا الرزق يا نص. اعترضي بقى على خلقة ربنا. يا نازلة بنت يا زازا. ايه؟ مين اللي بيخبط؟ أنا أم نازلة، ازيك يا بخيتة؟ اهلا يا اختي ازيك؟ هي نازله برضه مش فوق؟ الله، هي خرجت ولا ايه؟ ادنا الليلتين ما بنشوفهاش يا اختي، ده انا افتكرتها راحت لك. ابدا يا حبيبتي. يا ترى البت دي راحت فين؟
عايزين نشور على بعض في شغل جديد. كان شاحة ابوك، الشغلانه دي محتاجه الهداوه. ايوه مش ورا بعضه كده يا ابو بديعه. ايوه طيب نحضره اللي عليها الدور عشان ما ندكش ونتسربع. مش عايزين نجرسوا روحنا، الشغل ما فاتش عليه غير 4 ايام بس. حسب الله من غير رساله مش هنوصيه، مش عايزين نبينه ان الفلوس جريت في ايدينا، وبالخصوص قدام الراجل الرزيل اللي اسمه ابو احمد والوليه الرزيله طليقته اللي قاعده ترقمنا في الرايحه وفي الجايه وفي الجايه وفي الرايحه. عبد الرازق كلامه مظبوط، خلينا ماشيين معاه في حكايه الشكك وحين ميسره دي. ريحي روحك يا ام نازله، محدش فوق. يعني ايه؟ معقولة ما رجعتش لحد دلوقتي؟ انا الفار لعب في عبي، طلعت انشر الغسيل لقيت غسيلها لسه على الحب، لميت. طب ما يمكن يا اختي رجعت وغسلت ونشرت. لا كانت خبطت عليا. طب انت ما شفتيش حد فات عليها يوم ما خرجت ولا حد جالها؟ جات لها البت بنت رايدي اللي ساكنه في حاره النجم. ودي عايزه منها ايه البنت دي؟ كانت عايزاها تروح عند امها وتودي لها الجلابيه معاها، وبعد شويه سمعت بنتك بتتكلم مع واحد وبتقول لها احنا هنفوت عليه، وبعد شويه سمعت باب الشقه اتفتح وسمعت نزور رجليه. يا ترى انت فين يا بنتي؟ يا راجية، ده العادي يا راجية. أنا زينب أم ناظر. ايوه يا اختي اتفضلي، ده ايه الشقه الحلوه دي؟ أنا جاية نسأل على بنتي ناظرة. طب اطلعي، ما يصحش نتكلموا كده ببير السلم، ده مطرحك، اطلعي. يا مرحب يا مرحب يا 300 مرحب. يا الف خطوه عزيزه يا استاذ زينب، اتفضلي. عز مقدارك يا حبيبتي. اتفضلي. العواف يعافيكي يا اختي، اتفضلي. ده سي حسب الله جوزي. اهلا وسهلا يا مرحب. تعالي يا اختي اقعدي على الدكه دي، اتفضلي. ايه الحكايه يا اختي؟ بنتي نازله غطسانه اديلها 4 ايام. يا لهوي، تكون راحت فين دي؟ انا جاي نسالك عليه. انا دي لي جمعه ما شفتهاش. شفتها قريب انت يا حسب الله؟ يعني سألك عليها من قيمة كام يوم، كنت عايزة تفصل لي جلابية. كلام ايه ده؟ ما انت مشيعه لها بنتك يوميها عشان تجيلك. اتصف نوادرك لو كان ده حصل. ده بنتي خرجت امتى؟ يوم الثلاث اللي فات. التلات اللي فات مش ده اللي رحنا ابو قير نزور فيها ابو الوفا؟ ايوه قريبه العيان، ومسكوا فينا للغدا ورجعنا بعد المغربيه. بس انت عليكي شهود يا راجل. شهود عليا يعني؟ مين دول؟ الوليه بخيطه السعديه اللي ساكنه تحت بنتي نازله. شافت بنتك ساعه ما جت ونادت على نازله بنتي وطلبت منها انها تجيلك ومعاها الجلابيه. جايز يا اختي ده حصل من زمان، مش في نفس اليوم. وبعدين ما انت عارفه ابو ناظر لا مؤاخذه ان بنتك راحه جايه عندنا كتير يعني. وهنبعت لها في اليوم ده ليه؟ واحنا عارفين اننا رايحين نزور قريب حسب الله العيان. وهي الوليه بخيط هتكذب ليه؟ يا اختي يا ام ناصله، الايام كلها زي بعضيها، يفرق ايه امبارح عن النهارده؟ ايام سودا بنقضيها. اذا بنتي ما رجعتش او جرالها حاجه انا هنلزمها منك. تلزميها مني؟ تلزميها مني ليه؟ ده العادي كده، لان انت دايما كنت مخيلاها وكل يوم والتاني تعالي فصلي لي، تعالي خيطي لي، وكل الناس عارفين انها دايما عندكم. وانا بقى هنروح للحكومه نبلغهم يشوفوا شغلهم. استني بس يا مناصله، استني يا مناصله، اسمعيني يا ام مناصله. استني يا ست مناصله، وحياة ناصله عندك لا تستني لما اقول. عايز تقول ايه؟ انا مش فاهم انت زعلانه مننا ليه؟ يعني هنكون خبيناها منك؟ انا عارفه بقى،
يعني هي هتكون راحت فين؟ الارض انشقت وبلعتها؟ يعني عارف، بس بنتك كانت بتيجي وتروح عندنا كتير. كل اللي بينها وبين ريا مراتي، خدي الجلابيه دي فصليها، خدي الجلابيه دي قصريها. بقى احنا يا محاريم بتيجي عندنا، الا ما عمر حد جه قال لنا انتوا وديتوا بنتي فين، ولا مراتي ولا اختي. تعالي بس، انا هخليك تشوفي بنفسك عشان تتاكدي، لحسن تقولي ان احنا مخبيين بنتك كده ولا كده. تعالي خش. ايوه يا حاجه. تعالي يا ستي. هنا ولا هنا؟ ازاي تستني المده دي كلها من غير ما تيجي تقولي لي اللي حاصل ده؟ انت ما تعرفيش نازله غاليه عليها قد ايه. انت ما شفتهاش قريب يا معلم عرابي؟ انا شعت لها مرسال من قيم الجمعه. انت عارفه انه ما خلصنيش ان اروح لها البيت قدام جيرانها، اني راجل اعرف الاصول. ما علينا، كانت دايما ترد على المرسال انها مشغوله مش قادره تيجي عشان نشوفها. فاني نقول لنفسي معلش لقمه عيشها اما تفضل. النهارده أنا كنت هنقوم نروح لها البيت، أصلها وحشتنا الست زينب. ساعة ما قلت لي الخبر الشوم ده أنا مش قادر نتلم على روحي. طب شور عليا يا اخويا، نعمل ايه في النصيبه اللي انا فيها دي؟ سيبي لي أنت الموضوع ده، وأنا هندور عليها من تحت تقطيع الأرض، ومش هنقب إلا لما أعطر عليها. يا أختي ماني وعيتك وقلتلك بلاش نازلة دي، قعدتي تقولي لي عرابي راكب دماغه ومنكد منها، ما فكرتيش بقى في أمها وفي اللي هتعمله؟ اهي اللي قبلها قادلها شهر اهو، لا حد جا ولا سأل عليها. وانتي تدري منين؟ ما يمكن عيالها لسه عمالين يفحروا وعايزين يعرفوا امهم راحت فين. محدش جا سأل منهم تاني عشان كانت مدارية عنهم شغلها معاكم، لكن ام نازلة عارفة وراسية ومش هتسكت. ايوه عليكي، اهو عرابي قال انه هيدهلزها. طب ايه رأيك بقى ان عرابي ده اول واحد هيجرجروه؟ ده بحري كله عارف حكايته معاها. مرحبا مناظلة. عملت ايه يا معلم عرابي؟ عرفت حاجه؟ الحقيقة مش عارف نقول لك ايه. يا ساتر يا رب، انا بنتي جرالها حاجه؟ بنتك طفشت. طفشت؟ من ايه يا اخوي؟ اللي عرفته ان عبد الرحيم الشرباتلي سفر على مصر، خد لها سكن هناك بصفة انه هيبقى يزورها كل ما ينزل مصر يشتري بضاعة. هيتجوزها يعني؟ معقوله يا معلم عرابي تعمل كده بنتي من غير ما تقولي ولا تشور عليا؟ مش عارف، يظهر انه خايف انها لو استنت هنا مراته تشم خبر. انت عارفه مراته قادره ازاي. عبد الرحيم الشرباتلي الكلام ده كان زمان يا اخويا لما كان هيتجوزها. ايوه، انا شفتهم من قيمه الجمعه كده داخلين لوكاندا جواني. كتبت عينيا بعت لها المراسيل، اتحججت ان عندها شغل. بس دي شكل شقتها زي ما هي، ما يقولش ان دي واحده رايحه تروح تطفش، دي ما خدتش هدومها وياها. ما تعرفيش ظروفها ايه، وجايز الكلام اللي قلتهولك ده نص اشاعات، وجايز هو مخبيها في حته هنا في اسكندريه. طيب يا اللي على الباب، يو مستعجل على ايه؟ يا الدنيا طارت. يا ساتر يا رب. العواف يا توت. ام نازله، يا اهلا وسهلا، اتفضلي يا اختي، يا 300 مرحبا. ربنا على مهلك، يخليك يا اتفضلي يا حبيبتي. عبد الرحيم جوزي، مين الدون اللي قالك الكلام ده؟ اهي كل الناس يا بنتي بتتكلم. الناس؟ هو خلاص الناس ما بقاش قدامهم غير عبد الرحيم عشان يوسخوا سمعته؟ اللي يقولوا نتجوزها، واللي يقول خد لها شقه في مصر، وناس تانية بتقول خد لها مطرح في اسكندريه. لا يا حبيبتي، روحي شوفي بنتك هربت مع مين غير جوزي. ليه؟
هو مش كان هيتجوزها قبل ما يتجوزك؟ الكلام ده أنا ما نعرفوش، لكن اللي نعرفه إن اتجوزنا أنا. طب ده حيفي علشان نوافق عليه. ويكون في معلومك عبد الرحيم جوزي مسافر مصر اديله جمعتين، يعني قبل بنتك ما تطفش. انا بنتي ما طفشتش، انا قلبي وكلني عليها توته. ده شقتها زي ما هي، وسايبه الغسيل منشور برضه على الحبل. طب وانت ايه اللي مسكتك لحد دلوقتي؟ ما تروحي الكراكون وتبلغي. العواف عليك يا ام بديع. يعافيكي يا اختي. مرحبا مناظر. ما عرفتوش حاجه؟ حاجة ايه؟ هوام نسيتي ولا عامله روحك مش عارفه؟ في ايه يا مار؟ ده ايه الخيله الكدابه اللي انت فيها دي؟ استني بس يا راجل، دي مش سألتينا قبل كده عن بنتك وقلنا لك ما نعرفش عنها ايتها حاجه؟ وهو اليومين دول بنسمع عن النسوان اللي غابت واللي هربت واللي طفشت. يمكن يا اختي حباها وصلتك تجيبيها عندك البيت وتخبيها. انا بس عايزه نطمن عليها انها طيبه وبخير. نقول لها الوليه ايدي بقى يا حسب الله. لو انت بنتك لسه نغه ده مروعه من 100 راجل، ولا هي تهم بس بتحدفيها علينا ونصايب وخلاص؟ استني، هو انت رحت بلغت الكراكون عن بنتك؟ ايوه رحت. وهو ده كلام؟ الله، هو انتوا تفضلوا تدلعوا في ولادكم واما يتدلعوا خالص وما تعرفوش تحكموهم تروحوا تبلوا الناس بتهم؟ الله، وانت ايه اللي غيرك واتخذت كده ليه يا ابني؟ ايوه ما هو احنا لسه صغار يعني عشان تتهمونا بالتهم دي. حد الله بيني وبين الظلم يا ابني. ده انا لو شفت بنتي مذبوحه عندك في بيتك هندوس عليها برجليا، ولا اني شرب شبابك في دي ابدا. معلش يا اختي، حنينه قوي مناظله يا حسبان. معلش يا اختي بزياداكي بقى، انا قلبي بيتقطع. معلش يا اختي، ان شاء الله دقتك دي تتفك وربنا يعطرك فيها وتصبحي تلاقيها قصادك. حضرة صاحب السعادة حكمدار بوليس الاسكندرية، وقول له ان بنتي نازله اللي ملياش غيرها خرجت نهار التلات اللي فات وملهاش قطر لحد دلوقتي، وانني خايفه لا يكون عمل فيها حاجه وسرق دهبها. اصل بنتي نازله لابسه في دراعاتها الاتنين 7 غوايش، اكتب وحلق ودلايه وخلخال فضه. تتهمي حد معين؟ انا كل اللي نعرفه من الجيران اخويا ان في واحده حرمه راحت لها وخدتها معاها. تعرفيش اسمها ايه الحرمة دي؟ انا مش عايزه نظلم حد يا ابني. طب عايزة تقولي حاجة تاني؟ ايوه، انا عايزه نقول للباشا الحكمدار انني ماليش في الدنيا غير ربنا وغيره، وتقول له انت بقى كلمتين حلوين من عندك يحننوا قلبه يا ابني عشان يدور لي على بنتي. يعني هي بس ده يكلفك قرش زيادة يا اخويا، بس انت اكتب وبعدين نبقى نتحاسبوا. ونلتمس من صاحب السعادة صدور الأمر لمن يلزم بالتحري عن ابنتها المذكورة. يعني ايه اللي بتقوله ده؟ انت قدمت البلاغ ده في حكمدارية الامن؟ ايوه يا بيه. انتوا لقيتوا بنتي نازله؟ هو احنا لسه عملنا حاجة؟ البلاغ ده ما جالناش غير امبارح. ازاي؟ طب ده انا بقالي يجوا جمعتين مقدمه البلاغ، حتى اسال سابو الفتوح العرض حلقي. بلا ابو الفتوح بلا ابو القفول، احنا دلوقتي هنعملوا لك محضر وربنا يعطرك فيها يا ست. وقد انت قلت لي اسمك ايه؟ ايه ده؟ هو مبقاش فيه يوم يعدي من غير ما في حرمه تختفي؟ النسوان بتطفش من رجالتها جنابك، كمان الحاله نار ومفيش شغل. طب يلا اعمل لك همه واعمل تحرياتك. شوف شيخ الحاره ونزل مخبرينك وتصرف، ولا انا هقول لك تعمل ايه؟ مين اللي بيخاف؟ أنا علي أبو زيد شيخ الحارة. أنا عايز بخيت أبو شنب. خير، انا يا سعاده اهو. عايزينك بكرة في كراكون اللبان. يا خرابي، لا وانا عملت حاجه؟ ما تنخضيش كده يا حرمة، عايزين نسمعوا شهادتك. انا لا شفت حاجه ولا اعرفش حاجه. مين؟ يا رب يا ساتر،
ازيك يا ست توته؟ مين على الباب؟ انا علي ابو زيد شيخ الحاره. سي علي؟ اهلا وسهلا يا سي علي، اتفضل يا اخوي. هو سي عبد الرحيم موجود؟ سي عبد الرحيم في الدكان، اتفضل يا اخويا. في حاجه؟ يا ساتر يا سي عبد الرحيم. اهلا يا سي علي. الصول محمد المصري عايز ياخد منك كلمتين. ليه؟ وحصل ايه؟ ام نازله الخياطه راحت الكراكون وعملت محضر وجابت فيه سيرتك. محضر وجابت فيه سيرتي؟ وايه الموضوع بالظبط؟ بنتها خرجت ولا رجعتش. طيب وانا مالي ومال الكلام ده؟ ولا مؤاخذه هي بتقول انت ماشي معاها. وجابت منين بقى الكلام ده؟ ده أنا ما نعرفوش حاجه عن بنتها يمكن من 10 سنين وزياده. بس تروح تقول الكلمتين دول وتمشي. وانا ناقص وجع دماغ بقى يا سي علي. طيب تحب اجيب لك الصول ياخد الكلمتين منك هنا؟ لا وعلى ايه، كتر خيرك. حد يشوفه داخل عندي يفتكر ان في حاجه كبيره ولا حاجه. اني نروحوا له احسن. ما انت عشان مروءتك يا سي عبد الرحيم، انا لما فت عليك في البيت وما لقيتكش ما رضيتش اجيب سيره للجماعه. انت بقى ردك ايه في الكلام اللي بتقوله زينب حسن ام نازله دي؟ كلام ايه يا حضرة الصوت؟ نقولوه تاني. زينب حسن ام نازله بتقول انك انت شاهده على ان فيه بنت جت سالت على نازله وقالت لها ان امها عايزاها. بعد شويه جت بنت تانيه ونزلت معاها. أنا لا شفت ولا سمعت حاجة من ده كله. يعني ايه بقى؟ هي بتكذب؟ ماليش دعوة، أنا ست في حالي وحزينة زي ما أنت شايف. وحزينه ليه بقى يا حزينه؟ بنتي ماتت ولسه ما ربعنتش، ومن يوميها وأنا قافلة باب شقتي عليا وعايشة في دنيا تانية. عندك أول تانية؟ إيه يا حضرة الصوت؟ معاكي ختم؟ لا. طيب هاتي صابعك وبصومي هنا وما تنسيش تعدي على الشاويش غبريال تسيبي كل بياناتك عنده. فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انا بصراحه يا سي علي ما بكرهوش في الدنيا غير دخول الانسان دي. ماني قلت لك ما تخافش، انا اتفاهمت مع الصول محمد على كل حاجه. اهي عطله والسلام. عملت ايه؟ خد اقوالك. يا أخويا ماني قلت لك، أنا لا شفت ولا سمعت ولا عرفت حاجة، هو بس كل شوية شحطتها في الكراكون. انا موصي عليك الصول محمد. حاضر يا أخويا، بفوت عليا بعد يومين كده ولا حاجة إن شاء الله يخليك. السلام عليكم. يا مرحبا يا سي عبد الرحيم. والله أنا دايما نسمعه عنك سمع خير وعالي ما فيش عليه غير سيرتك وكرمك. اتفضل ارتاح. الله يخليك يا حصور، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يديم المعروف. ايه بقى الموضوع حصول بقى؟ ولا موضوع ولا حاجة، دي ولية خرفان ويظهر إن مخها طق لما علمت إن بنتها طفشت مع واحد اللهم احفظنا. طب ولا مؤاخذة يعني اللي زي أني ذنبه إيه في ده كله؟ يدوم العز يا سي عبد الرحيم. عموما ولا تحمل هم، أنا هنعملوا لك محضر أقوال ما يخرش المية. صدقني يا حصول، أنا الحرمة دي ما كناش نعرفوها غير زمان، وزمان قوي يعني. ماني قلت لك اتفاهمت مع الصول محمد والبركه فيه بقى. أصلاني بيني وبينكم ما نحبوش دخول الكراكونات دي أبدا. ليه بس يا راجل يا طيب؟ ده انت تخش على الأقل تشرب معانا كوباية شاي. لا، الشاي تشربه عندي في الدكان، أحسن شاي وحياتك، ومعاه تعميرة إيه؟ تعمر النافوخ عدل. يا جت عليا أنا؟ ما أنت بتتقايف أهو، بتاخد بالك من روحك على الآخر. قال المعلم حصبات والناس عارفين إن كسيه كلامهم ده يمشي عليا. خلاص، واني يتحمل روح تانية ليه؟ اسحبوا انتوا النسوان بمعرفتكم واني مش معاكم. من غير راية، ده انت الكوم الكبير، النوبة الجاية حقك يوصلك على داير المليون. لا أنا مش خامة، أي ناخد حقي دلوقتي من اللي فات. خلاص يا ريا، اوعى عشان نخرج. مش هتخرج إلا لما ناخد حقي. وبعدها لك بقى أمد إيدي عليكي. طب أنا عايزة نشوف بقى هتمدها إزاي يا حصبالة؟ إيه ده ريا؟ السلاح يطول. إياك يكون فكرك مني بنطوعك وبنسكت لك تاكلني في حقي. لا، أنا اللي بنعملوه دلوقتي ودي في توكر، وأني مش هنروح لوحدي، هناخد الكل في إيدي.
خلاص يا ريا، خلاص بقى يا ولية. يولولوا عليك بدري وتربة ابني. إن ما انعدلت وفضلت سايق العوج لا ندفنوك مع اللي راحوا. أنا مش هفية، ده دي المعلمة ريا يا جحير. استني بس يا ريا، استنى يا ريا يا معلمة ريا. يا باي عليكي، ده انت غلاوية قوي. ايوه انا غلاوية وشيالة. واني بنوعيك اني زي الجمل شيال حمول، واول ما يقلب بيقلب صاحبه. فهمت يا صاحبه؟ معادة الشرب، الحرب خلصت. اغلى وادي النيل والاهالي، اغلى المعادة. خلاص يا فندم فرجت، اول غيث قدر. يا ده انت متفائل قوي يا ابراهيم. كل ده بسبب توقيع المعاهده؟ وده شويه يا فندم، ده معناه ان خلاص الحرب خلصت، وشبح المجاعه اللي البلد عايشه فيه بقالها سنين، وارتفاع الاسعار اللي ما بيوقفش ابدا، كل ده خلاص هينزاح، والناس الغلابه هتلاقي تجيب احتياجاتها الضروريه. ما تنساش ان موجة العنف اللي عشناها الفترة اللي فاتت أثرت على حركة البيع والشراء، وزادت من نسبة البطالة. احنا ما كناش بنعرف ننام، لا من بتوع المظاهرات ولا من الناس اللي عمالة تختفي. وانا جاي يا فندم اتفرجت على الناس، اشوف ايه اثر الموعد عليهم. الناس يا فندم ملهيين ورا لقمة العيش، بيتحركوا كأنهم مغيبين. الناس دول ضحايا الجوع والفقر وقلة الأمان. حقوقهم البسيطة في إنهم يعيشوا مش لاقيينها. ومن يشهد للعروسة؟ ما أنت عايش في وسطيهم. بس أنا أخشى عليك من التفاؤل ده يا إبراهيم لا يتحول لكابوس. الحكاية مش زي ما أنت فاكر، زي السيماتوغراف هتحصل في يوم وليلة. لا، دي عايزة وقت. هتعشم يا فندم إن الوقت ده ما يطولش. الناس خلاص بقت على آخرها. يعني مش بعادة يا اختي تلبسي كل خير. انت يا ولية عاملة زي برج المراقبة، مفيش حاجة بتستخبى عليكي أبدا. أصله حلو في رجليكي، عامل لك منظر يا اختي. بنقول ايه؟ ما تعلقي له جراس. أحي، انت عاوزة تجرسيني يا أمينة؟ واني اللي عداك أختي؟ أختك؟ لو كنت أختك كنت شفتيني بخلخال، خلخال حلو زي اللي هياكل من رجليكي حتة ده. بلا خيبة، حسد الأقرع على شعره. خديه يا أختي، خدي وبطلي عينيكي دول اللي عاوزين يتخزقوا. عجبتك حاجة يا معلمة ريا؟ بنتي يا عزيزة، ليكي وحشة يا بنت. فين؟ ازيك يا معلمة ريا؟ فينك يا قليلة الأصل كده برضه تهون عليك العشرة والعيش والمال؟ غصب عني يا معلمة ريا. انت عارفة يا اختي لقمة العيش تخلي الواحدة ما تهمتش، تفضل تبرم كده زي النحلة. يا حلوة يا حلوة، ده انت باين قشتك بقت معدن اهو. انت مشيتي في البطال يا بنت؟ حاجة مرة يا معلمة. وانت يا اختي ست العارفين. ست العارفين منين يا مار؟ انا كنت مشيت في البطال قبل كده. يا لهوي يا اختي اقطعني يا معلمة، مش قصدي. أسرة، انت كنت رايحة فين؟ انت اللي رايحة فين؟ أنا كنت بنتفرج كده، يمكن تعجبني حاجة كده ولا كده. إذا كنت عايزة تشتري حاجة أنا عندي السايح بتاعي وأني رايحة له دلوقتي، بس ما أقولكيش يا أختي على ذمته مفيش أنضف من كده. أنا عندي اللي أنضف منه أهو، تعالي وأنا أدخلك عنده. لا معلش، أصل السايح بتاعي في بيني وبينه حسابات. هو احنا مش هنشوفك ولا إيه؟ ده أنا يا أختي متجننة عليكي من ساعة ما شفتك. حبيبتي يا أختي، لو خلصت بدري من عند السايح هنعدوا عليكي. طب بس ما تعوقيش، وفي حاجة عايزة نقولها لك، لازم تديني ميعاد من قبليها عشان خاطر نعمله حسابنا كده ونقوموا معاكي بالواجب. خلاص هنجيلك لاجل ما نشوف الست سكينة. حبيبة قلبي، حاجة هي وحشاني قوي يا معلمة ريا. العواف بقى مستنيينك. لينا نصيب فيكي يا عزيزة.
وليه ام بديعه عدت ولا كانها شايفانا؟ دي حتى ما قالت لناش العواف. ايه كنا بايتين في حضنها الوليه دي ولا ايه؟ يا اختي تلاقي دماغها فيها حاجه، حاكم اختي رايمه يكون دماغها فيها شغل ما بتشوفش غيره. لو جت على الشغل ده احنا نفرحوا لها. يعني اكون يا بنت مين يعني السفيرة عزيزة؟ ايوه ده انت بتشوف عنك الحجاب بقى. هي عزيزه هز يا ويز، فاكرها؟ ايه اللي فاكرها ودي مين ينساها؟ هتقول لي بس دي اشلانة وبتموت على القرش. لا ما اقولكش حاجه تانية خالص، تبقى مش مصدق. طب خش في المفيد. كردان بدور واحد بس عريض حلو كده، جوز مبارين وحلق وخلخال فضه. بس ده مش قليل يعني، يقطعوا كام دول؟ مش مهم يقطعوا كام دلوقتي، هم يفكوا الدبكه اللي احنا فيها لغايه ما نقع على حد سقع. مش كل مره تسلم الجره يا حسب الله. وبعدها لك يا عبده. هو اللي نقولوه نعدوه؟ ما هو لما نتحمله روح لازم يبقى قصادها حاجه تستاهل، ما نروحوش المشنقه على حاجه ما تستاهلش. ادي احنا بنقوله يعني تصبيره على ما نلاقي الغموس، وبعدين دي مقطوعه من شجره، لا اب ولا اخ ولا ام ولا جوز، يعني يلا كلبه وراح. سيبك منه، خدت ميعاد. هي راحت الصاغه تشتري حاجات وهتعدي علينا وهي جايه. الصاغه؟ ها سمعت يعني في زياده. خلونا في المفيد. عبد الرازق وعربي فين؟ يعني ما نعرفش، هما بيغطسوا لما بيدكوا بيقبوا. لا ده انتوا اللي تقبوا وتغطسوا وتجيبوهم من تحت تقاطيع الارض. اني شقايه ما يروحش على فشوش. الحرمه دي لازم تبات في ريح اخواتها الليل. بالاذن يا اختي، 5 وراجعات. اذنك معاكي يا اختي. رايحه على فين؟ على بيت علي بيت كبير. مين المره دي؟ لما نخرجوا من الحاره هنقول. ليه؟ هي من الجيران؟ من كتم يا بنت الحيطان لها ودان. الله. امال عبد الرازق فين؟ حسب الله راح يجيبه. يا اختي عبد الرازق ده مش هتشوفي وشه غير لما يصرف كل مليم من فلوس صاحبتك نازله. مش بعدها لك يا سكينه؟ انت شاربه ولا ايه؟ شاربه من كعاني. بتشربي من كعانك ليه يا حبيبتي؟ قال لها دلوقتي بتشربي كونياك بدل السكولانس اللي كنت بتشربيه. أنا بنشربه سكولانس ليه؟ ما كفايه بتشربوه للنسوان اللي بنموتوه. اقفلي بقك وحياة امك، انا عارفه مفيش حد هيجرنا القضانه الا لسانك وسكرك. يا ما نفسي كان قلبي يبقى زي قلبك. انت كمان هتقري على قلبي؟ الحسد اتغاجر على ظل الشجر، يكش بس الوليه تصدق وتيجي. بقيتي بتنشني على اللي مخوياهم بالعيش والملح يا ريا. طبعا اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. ايوه على الرزع اللي في النافوخ. تاخد نفس يا وليه. الهي انقطع نفسك يا بعيد اكتر ما هو مقطوع. يا راجل يا مسطول لم نفسك حبه. هي في حاجه جابتك ورا ولحست مخك غير الحشيش اللي انت بتتنيل وتشربه ده؟ بتدوري على حد يا شابه؟ هي المعلمه سكينه مش هنا ولا ايه؟ تلاقيها يا اختي خدت اختها وراحت البيت التاني. عارفاه؟ ايه اللي عارفاه؟ عارفاه طبعا. خد يا بنت يا بديعه. ها عندك بديعه اهي، اصطفلي معاها. عاوزه ايه؟ مش انا اللي عايز. ازيك يا بنت يا بديعه؟ هي امك مش في البيت يا بنت ولا ايه؟ أنا مندورة عليه. طب تعالي بينا نروح لها البيت التاني يلا. طب هاتي قرش أبيض وأنا نروح. احيه اكفي القدرة على فمها. تعالي يا اختي معايا وانا نجيب لك نداغه. نداغة؟ نداغة ده إيه؟
طب هاتي تمنها وانا نبقى نحصلوكي. الولية مش باين لها مجاي، ده عوقت قوي. سهليها تسهل. الولاية دي قعدت عندنا في البيت وكلت عيشنا وملحنا يا ريا. احنا هنعملوا فيها حاجة؟ ده احنا هنريحوها من الدنيا ببلاوين، ده احنا بنعملوا فيها معروف. العواف عليكم. يعافيكي يا اختي، يا حلوة يا حلوة. يا معلمة خطوة عزيزة يا عزيزة. ازيك يا معلمة سكينة؟ ازيك يا اختي؟ ازيك يا عزيزة؟ وسيدي عماد ليكي وحشة. انت يا اختي ايه اللي حدفك بس علينا النهارده؟ يوكاتك ايه يا سكينة؟ مش تبطلي يا بنت الخمرة اللي بتاخديها بالنهارده هي، انا اللي قلت لها فوتي. رحتي يا اختي الصاغة جبتي ايه؟ ما جبتش حاجة. ايوه مفيش حاجة يا اختي عجبتك خالص. أني بعد ما سبتك رحت للسايغ، لقيته في مصلحة بره الدكان وهيرجع قرب المغربية. قلت في عقل بالي نيجي نستنوا عندك شوية. يا اختي كنت استنيتي في الدكان احسن لي. جرى يا بنت، اصلها يا اختي خايفة عليكي من المروح والمجي، قلبها عليكي. احنا دلوقتي هنشيعه ونجيبوا اكل ونجيبوا شرب ونعمله معاكي احلى واجب. يلا يا اختي يلا يلا. روحي لعبد الرازق شوفيه قولي له انني عايزاه. عبد الرازق؟ أنا ما نعرفوش حد بيشتغل وياكوا اسمه عبد الرازق. ده مستجد هنا، جه بعد ما مشيتي يا اختي. طب روحي قولي له يجيب الزبائن ويجي على هنا. ما هم هيجوا على هنا، هو في مطرح تاني ينفع غير هنا؟ ايوه عليكي يا عزيزه، ده انت مرزقه. ده احنا رايح جاي لنا زباين بيموتوا في الانس والفرفشه وطلبهم واحده بترقص. شفتي النصيب؟ تعالي يا اختي تعالي تعالي. ايه العبارة يا عصام الله؟ استنى اما نقوم ونشوف. يا سكينة، يا سكينة، في ايه؟ رايحة على فين؟ رايحة عند كرياكو ناخد لي كاسين. طب والشغل؟ شغل ايه يا ابو شغل؟ طب هو فين عبد الرازق؟ أني هنقوموا بقى. يوه ما تقعدي على حيلك يا ولية، مستعجلة على ايه؟ يا أختي لا شفنا أكل ولا شفنا شرب ولا حتى الزباين اللي قلتي عليهم جت. ما تصبري على رزقك، زمانهم جايين. باين عايزين يعملوها سهرة. سهرة؟ لا يا أختي، أنا عايزة نلحقوا ساغ قبل ما يسك. ما تستني لبكرة، هي الساعة هتطير. أصل أنتي مش عارفة، أنا كنت متفقة معاه نشتروا منه جوز غواشات ونديله الكردان ده. يا حلوة يا حلوة. وندفع له حاجة كل ما يكون معانا فلوس، وما نستلموش إلا ما نسدده تمنها. هو انت كنت ناوية تدفعي له كام النهارده؟ 3 ريال، وخايفة يا أختي نصرفوا الفلوس اللي معانا يقوم هو يبيع الغواشات أو يضرب عوافي على الفلوس اللي خدها مني. أصلاني كان غرضي تستني لبكرة. يعني هو بكرة يفرق ايه عن النهارده؟ وبدل ما تدفعي له 3 ريال تدفعي له 4 يمكن أكتر. ومنين ده كله؟ مش زباين، انت مش هترقصي لهم وتفرفشيهم، خلاص يدفعوا. هيتأخروا؟ ما يتأخروا، كله بتمن. لا يا أختي احنا كده مش هنعرفوا نروحوا. باتي هنا. فين؟ هنا هنا وبراحتك. عايزة تباتي هنا باتي، مش على هواكي المطرح نودوكي مطرح تاني باتي مع البت بديعة، واني وهي حسب الله نباتوا هنا. أنا عايزة راحتك. وقت السكر برضه يا سكينة. مش عاوزة نبقى فايقة. لقيته عبد الرازق
اهو حسب الله جايبه في ايده وجاي اهو. فوق لنفسك بقى، احنا مش عايزين شوشره. خلاص انت بقيت زيهم. لم نفسك يا سكينه، خلي الليله السودة دي تعدي. انتوا واقفين كده ليه؟ واحنا ايه مش هنشتغلوا؟ اسبقي انت يا سكينه، يلا. تسبق بس تروح على فين؟ بقول لك يا حسب الله، احنا عايزين نخلصوا من العباره دي. انا العباره دي تقصف العمر. اخبار ايه؟ جرى لك ايه يا عبد العال؟ بنقول لك ايه، احنا هنوصلوا نجيبوا شرب وانت تاخد سكينه وعرابي وتسبقوا. حاضر. يلا يلا يا سكينه، يلا يا عرابي يلا. اشربي يا عزيزة. الله الله الله. اشربي. ايوه شربها ايوه. يا حلوة. ايوه. الله الله الله. تعالى يا زوج. حلوة. شرابي الله يحفظك. هو انتوا هنا؟ ده اللي رحت لكم هناك. طب ما احنا هناك. عبد الرازق الزمان ما جوش معاك ليه يا عبد الرازق؟ هم جايين ورايا، انا سبقتهم عشان نأمنوا على العروسه. ما تقعد تاخد لك كام؟ واحنا قعدنا خلاص. مين الجدع ده؟ المعلم عبد الرازق على سن ونوم. هو ده اللي هيجيب الزباين؟ لا ده بقى اللي بيجيب الكحل من العين. يا عزيزة ما تقومي توصلنا شوية، ولا احنا يعني مش وش فرفشة. لا ما تقولش كده خالص، ده انت مقامك كبير عندي قوي يا معلم. ده انا هقوم دلوقتي. اهو كده. ما تقومي يا سكين، قومي يا اختي هاتي الطبله وتقلي. قومي يا عبد العال هاتها انت، بس انا مش قادره نقوم. خليك انت طبعا. ثاني هنجيب الطبله وندقها. بصوا معايا. مساء الخير يا شاويش. صنوق. ما تمشيش استنى، انا رايحه وراجعه على طول. رايحه فين؟ هنوصل لحد البيت وراجع. اياك ترغي مع الراجل، انت فاهمه؟ هو الجدع اللي بيجي كل يوم ينور الفوانيس ما جاش ينور الفانوس ده الليله دي ليه؟ مصدق يا بت، ده يا اخويا لولا القهوه اللي على القمه ما كانش حد عرف يمشي في الشارع. الحمد لله دي حاره احرار ما فيهاش واغش بعيد عنكم. امسك يا اخويا، خد اللقمتين دول اتعشبهم. تسلم ايديك يا ست الكل يا كريمه. مطرح ما يسري يمري بالهنا والشفا. فوتك بعافيه. الله يعافيك. تحب اوصلكم لغايه قمه الحاره؟ لا ده الدنيا ونس وحلوه اهو، كتر خير. طيب سلام عليكم. يلا. مش انت قلت لخالتي ما ترغيش معاه، بس هي رغت معاه. رغيتي معاه؟ يا قلبك يا رايق. انذار انذار انذار،
قلبه وراه، يشعط في قلبه وراه. انذار انذار انذار، إذا بات الجعان محروم تشبط في قلبه النار، تشبط في قلبه النار. انذار انذار انذار، الظلم طعمه مر، يا مصعبه عالحر، تجري السنين وتمر ولا تنطفيش النار، تجري السنين وتمر ولا تنطفيش النار. انذار انذار انذار. مساء الخير. عوقت كده ليه؟ طب رد المسا الاول. احنا يا دوب لسه مخلصين دلوقتي. اشمعنى المرة دي يعني؟ الحفرة ضاقت فاضطرينا نوسعوها. سي عبد الرازق سابنا موحولين ومشي. ليه بقى؟ على راسه ريشة؟ مش عايز يتأخر على مراته. قال ايه مش متعود على كده. مش هتقوم تنام؟ هاتيلي شوية مية بس نغسل وشي من التراب. احنا خلاص يا سكينة وقعنا في البير مش قادرين نطلعوا منه. ليه يا اخويا؟ ماني شايفاك سلوان بقى سلوك، وعمال تهز في عزيزة وتناقش فيها. اندفنت خلاص. احنا يا سكينة بنشرب عشان نتلطشوا ونبقاش دريانين باللي بنعملوه. منظر التلات كتت مش عايز يفرق عينيا. يا ريتهم يفضلوا 3 بيتت. العيش الصبح، العيش الطازة، العيش الصبح، العيش الطازة. ابعت يا كريم، العيش الطازة. الله، امال فين جوزك يا سكينة؟ انا كنت فاهم انه معاكم. لا، ده رجع بعد الفجر يجيب حبة ونام له يجي ساعة وبعد كده نزل على شغل. المهم قطعوا كام المرة دي؟ 18 جنيه وريال. على النعمة الراجل ده بيقسم معانا كلنا كده النص بالنص. والهدوم هتبقى من نصيب مين النبادي؟ وبعدها لك يا عبد الرازق، واحنا هنتحاسبوا كده قدام الناس؟ ده اي عين ترصدنا. تعالوا نروحوا اي حته كده درع. لا 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 لا، روحوا انت ورايا دلوقتي. لا يا معلم، أنا مش هنتنقلوا من هنا لما ناخدوا حقي أنا وعبد العال. احنا رايحين نعطوا على بعض ولا ايه يا سكينة؟ الله، انت مش مأمننا ليه؟ هو احنا لا سمح الله هناكلوا حقك ولا هناكلوا حقك؟ ده يا اخويا الخيلة الكدابة دي، ما دام الفلوس جاهزة يبقى كل حاجة ياخد حقه، وخالتي وخالتك يتفرقوا الخالات. زادت انحدار الحكايه دي يا فندم. نقول ايه؟ اذا كانوا الاحرار لما بيكتشفوا ان في حارتهم بيت بطال ما بيرضوش يدخلوا في مشاكل مع ناس وشها مكشوف، ما بيختشوش. الناس بتسكت في الاول بس ما بتسكتش على طول، بييجوا يتقدموا ببلاغات. ما هو ده اللي انا بحاول افهمه لك يا ابراهيم افندي. على بال ما يتقدموا بالبلاغات دي بتبقى الحكايه تفشت زي العايه. السكات يا فندم، سكات بيوت الاحرار على بيوت البطاله هو اللي شجع الناس دي وخلاهم زي ما جنابك قلت تفشوا زي العايه، وخصوصا ان عندنا هنا نقص في الرجاله. اعتمد على اللي موجودين دلوقتي. انا حس نبح للحكمداريه يبعتوا لنا رجاله وهم ودن من طين وودن من عجين. الامر لله يا فندم، بس بعد اذن جنابك احنا مش هنقدر نحقق في كل البلاغات اللي عندنا لان اغلبها كيديه. وعرفت ازاي؟ ولا ده حدس؟ لا، جنابك عارف ان احنا ما بناخدش بالبلاغات اللي مش مختومه من اصحابها، اما المختومه بقى اغلب الاختام اللي فيها احنا حافظينها. مش ورا حدسك يا ابراهيم افندي، واللي قدامنا دلوقتي نعمله. خد رجالتك وانزلي لام الواغش من الشوارع اللي بيقفوا فيها والقهاوي اللي بيقعدوا عليها، ده الاهم دلوقتي.
ليه؟ ليه هاني؟ ليه هاني؟ ليه؟ كل النسوان بتولد. ليه هاني؟ ليه هاني؟ ليه هاني؟ 5 بطون، 5 بطون، ما يفضلنيش ندعو غير البيت. ال4 ولاد يموتوا، ال4 يموتوا. ملعونة 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 وستين ملعونة هتموت كل الحواديت، هتموت بالخوف مرهونة والدم وسيرة العفاريت. ملعونة وستين ملعونة هتموت كل الحواديت، هتموت بالخوف مرهونة والدم وسيرة العفاريت. ملعونة دنيا ودين في ضمير البني ادمين، مص دم المساكين بالمسعورة المجنونة. ملعونة ملعونة ملعونة. السلام عليكم. طيب عاوز حاجة يا اخويا؟ تعرفوش حرمة اسمها ريا ساكنة هنا في الحارة؟ ريا؟ ايوه، يا عيني عليها، نزلت حبلها بس ميت، كان ولد. يا ست انا ما بسألكش عن اخبارها، انا عايز اعرف ساكنة في انهي بيت. عايزها ليه؟ اصلها يا اخويا بعافية شوية. يا ست ما تقولي لي في انهي بيت وريحيني. جراولية ما تطلعيش روح الراجل، قولي له ساكنة فين وخلاصي. اتلم يا نص وحط لسانك جوه حنكك. قول لي يا اخويا، انت بتشرب ولا بتشد؟ جرايه يا اختي، انت فاتحه خماره ولا غرزه؟ الله، انت مش بتسألني على بيت ريا؟ كنت هنقول لك خش البيت اللي قصادك ده تلاقيهم قاعدين في المنظره، ايش بيشرب وايش بيشد. ريا معاهم؟ لا، اللي معاهم جوه سكينه. يا وليه بنسألك على حرمه اسمها ريا، لازمته ايه اللت بتاعك ده؟ طب ما تقول لي عايز ايه يا اخويا واحنا ندلوه. عايزينها في الكراكون. ارتاح بالك. حي عملت ايه دي؟ طيب الله، كان عايزك في ايه المخبر ده؟ طالبني في الكراكون. ما قلتليش كانوا عايزينك في ايه؟ ابصر ما اعرفش صوت مين كده، الاسم مكتوب في الورقه عندي. ودي هنقيله بيها ايه؟ ما انت عارفه ان احنا ما بنعرفوش نقره. يكونوا شموا خبر. شموا خبر من ايه؟ مفيش لا ريحه فاحت ولا اي حاجه، ركامه شالسط وهص هص. يكون حد سمع كلمه كده ولا كده. ما هي واقفه عند حنفيه الصدقه دي واحنا بنتحاسب في الشارع على عينك يا تاجر، تجيب النصايب. انا ما شافوهمش هم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتنيلوا. خلاص بطلي لت وعجن وروحي شوفيهم عايزينك في ايه. بس انا هقول لك حاجه تحطيها حلقه في ودنك. اي سؤال يسالوهولك قولي ما نعرفوش. الحرمة زينب حسن ومناظلة بتقول ان بنتها كانت دايما بتروح عندك، وانك انت شيعتي لها بالمخصوص في اليوم اللي اختفت فيه. هي ايه العباره يا شاويش؟ نعم شاويش. سول، ايه العباره يا سول؟ هي الوليه دي عايزه ايه؟ دايره بس تتهم في الناس وخلاص. ده كان معاها، ده خدها الكنده، ابصر مش عارفه دي ايه، هي تلاقيه حجتت والسلام. حق بطلوا ده واسمعوا. انت صلتك بيها ايه؟ خلصيني. هي خياطه واني زبونه، اكتر من كده مفيش. امال ليه تهماك انك انت مخبيه بنتها ايه؟
نخبيها ليه؟ يبقى يبتليها بنكد البعيدة. هنجوزها ولا رايحة نعصيها على امها؟ أني مش ناقصة، أني اللي فيا مكفيني. ده الواحدة مننا بتجري على المعايز زي ما تكون بتدور على إبرة في كومة قش. يعني انت ما شفتهاش من مده قريبه ولا حاجه؟ وتربة ابني اللي أنا ما نحلفش بيه باطل، واللي أنا لسه دفناه من شوية، واللي ما لحقتش حتى ابص في وشه. أنا ما شفتها أديني شهرين ولا كده. هي الواحدة مننا تحتكم على اللقمة لما هنجيب قماش وكمان هنفصلوه. أنا أقول لك إيه؟ إن شاء الله يبقى يبتليها بنصيبة ومن أصلا زي ما فكرتني بحرقة قلبي على ضداي. ها مصدقك؟ واني خليته يفكر. أنا قلت له يا حضرة الصول، هي كل مرة تطفش مع راجل أهلها يختشوا يقولوا كده، يرموا بلاهم على الناس الغلابة اللي بيجروا على عيالهم. ورحت معيطالي عيطتين، صعبت عليه وطلب لي شاي. هو أنا يا أختي مصارينا هتفضل تنحش كده كل ما نسمع سيرة الكراكون؟ الشر بره وبعيد. هو مفيش محاسيب النهاردة ولا إيه؟ لا يا أختي المطرح بينش. إيه اللي جرى للرجالة؟ أيوه رجالة صحباتك كيف انعدموا ولا إيه؟ لا وانتي الصادقة عين وصابتهم. لو انتي الأصدق صابتنا احنا يا أختي. ما تبعتي الولا محمود الزكاك أهو يجي يقعد يترزع ياخد بحس المطرح. مش عايز يشتغل ويانا. لو وحياة أمه كنا كلنا عليه قرش أبيض ولا كنا كلنا عليه قرش أبيض؟ أختي ده حاجة تجن يا أختي. ما هو عنده حق، ده بيشتغل يوم وبيبطل 10. خلاص بلا هم. أني هنقوم نروح مطرح على بيت كبير، نبص على الأوضة بصة ونطلقوا شوية بخور ومستكة. هي ريحة النسوان طلعت ولا ايه؟ يا عينك يا جباينك يا تعبان المفازة، يا عينك يا جباينك يا تعبان المفازة، شرك حاضر تملي وضميرك في الأجازة، وريقك سلسبيل ونابك سن فيه، وتقتل القتيل وتمشي في الجنازة، وتقتل القتيل وتمشي في الجنازة، يا عينك يا جباينك. ام بديعه، ام بديعه، عايزة ايه يا فاطمة؟ في جدعين سعايده جم وسالوا عليك، قلت لهم ان انت في البيت التاني، فضلت نقول لهم استنوا لما عوف جوزي يرجع ونودوكوا، ما رضيوش ومشوا. لو حد جه وسأل عليا تاني ابقى هاتيهولي في النجا، واني هنبقى نديكي الحلاوة. فوتك بعافية يا فاطمة. الله يعافيك يا استري. واني بنقول المطرح هناك الهوا بيصفر فيها ليه؟ اتابيهم بيجوا هنا. يا غربك يا راي. عواف عليكم. يعافيك. قال انتوا سبتوا هناك ولا ايه؟ ازيك يا سنية؟ ازيك يا اختي؟ الحمد لله. فينك يا وليه؟ ازيك يا معلمه راي؟ طب هنبقى نشوفكوا بعدين بقى يا فاطمه. اني في الخدمه يا استري. قعدت نقول لها اني نعرفه البيت التاني،
مفيش راسها والف سيف الا تيجي معايا توريهولي. لا اصل انا كنت موصياها لو حد سأل علينا هناك تجيبه وتيجي على هنا. انما انت ايه الحلاوه دي؟ ايه اللي جرالك وايه القيافه دي؟ ومالك حلوتي كده واتدورتي؟ ايه ده يا حسب الله، انت نسيت ثانيه ولا ايه مش تسلم؟ لا